أخواتي، حياكم الله أينما كنتم. مرحبا بكم من جديد مع الإعلامي أحمد غرماط بموقع كرامات بريس. أولا وقبل كل شيء كنتمنى من الإخوان والأخوات المغاربة أنهم يبارطاجيو معنا هذا المباشر على أكبر نطاق واسع، لأن عندنا واحد المعلومات جد مهمة، وهذه المعلومات إن شاء الله قلنا نتقاسموها معكم اليوم. كاينه عدة أخبار تروج منذ سنتين لا في كل مواقع التواصل الاجتماعي ولا كذلك في الشارع. كيقولوا أن هنالك تحكم من وراء الستار، وأن في الانتخابات بعض المنتخبين والمنتخبات اللي هما مستشاري الجماعة أنهم كيعطيو شيكات بدون رصيد مقابل أموال باش يصوتوا على رئيس الجماعة اللي كيمثلهم. قلنا حنا بزاف ديال الأشخاص كيتكلموا على هاد الأشياء بالشارع، وهاد الشيء راه أمر خطير بزاف، كيمس بمستقبل ديال أبناء الوطن، وكيمس كذلك حتى بمستقبل الوطن ديالنا، لأن هاد الشيء راه كيساعد على الغش وعلى الفساد وعلى كذلك الإجرام، ويساعد كذلك حتى في تعطيل عجلات التنمية. دابا كتلقى في أيام ديال الانتخابات شنو هو هاد، خاص الرأي العام يفهم شنو هو هاد التحكم من وراء الستار. نعطيكم على سبيل المثال كيفاش طرق ديال الفساد، لأن اليوم الفساد ما يسمى ب فساد المنتخبين والمنتخبات. اليوم ولات السرقة ما كيخليو لهاش الأثر، يعني كل شيء بالأوراق. ولينا كنعيشوا واحد الواقع ديال الجريمة، ما يسمى بالجريمة الخطيرة اللي أصبحت اليوم كتكون في المستندات وأوراق مثلا ديال القضاء، أو أوراق ديال المحامون، أو أوراق ديال شركة أو كتابة. أو اليوم كنعيشوا واحد الواقع ديال خطر الجريمة فيما يخص المصالح الإدارية اللي كتهدد الأمن ديالنا والأمن ديال الوطن ديالنا. حنا نشرحوا هذه الطريقة، كيفاش ديال هذه الطريقة ديال التحكم من وراء الستار. أنا نعطيكم على سبيل المثال، ملي كنعيشوا أو كنشهدوا أيام الانتخابات، مثلا عندنا واحد رئيس الجماعة كيفاش غادي يتحايل على مستشارين الجماعة باش يصوتوا عليه في المجلس كرئيس الجماعة. شنو كيديروا الحيلة والطريقة ديالهم باش كينجحوا وكيوليو رؤساء الجماعة؟ نعطيكم على سبيل المثال، مثلا عندك في جماعة 28 مستشار جماعي، هذا كله كيحمل الرمز تاع اللون ديال الحزب اللي كيمثلو. كيجي هذاك السيد اللي ناوي، اللي عنده النية ديالو سيئة وجاي بالحيلة وجاي بنية سرقة المجالس. اش تيدير؟ عنده الفلوس، عنده الشكارة بطبيعة الحال، كيشد، خاصو دائما يحاول يشد الأغلبية. حنا قلنا 28 باش يدوز رئيس الجماعة خاصو على الأقل 15 يصوتوا عليه، ومعهما تبارك الله عندهم الشكارة وعندهم نفوذ وعندهم الفلوس. اش كيديروا؟ كيدير عملية حسابية، كيدير نعطي مثلا 5 مليون للعضو مستشار جماعي، يعني عندي 15 الواحد جاتني ب 75 مليون. 75 مليون كتلقاهم كاري لهم شي فيلا. هادشي شفناه في كل مواقع التواصل الاجتماعي، وعشنا ان اعضاء مستشاري الجماعه هربوهم وكيسدوا عليهم. هادشي راه ما خصوش يمر مرور الكرام، لان هادشي راه كيمس بالامن والامان ديال المواطنين المغاربه، لان راه المصالح ديالهم تعطل، مصالح الإدارية وكذا كل ما يخص المواطن المغربي اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، كل ما يخص المواطن المغربي تصبح مهددة بسبب هذه الجريمة البشعة الخطيرة اللي كيسميوها التحكم من وراء الستار. قلنا تيكون كل شيء عندهم مضبوط،
كلشي عندهم مضبوط، كيسدوا عليهم، هما اصلا مصاوتن عارفين رئيس الجماعه صاي كلشي قضى الغرض. نهار اللي كيعقدوا الدوره كيهزوا يديهم هادوك اللي عاطين شيكات بدون رصيد، يعني شيك على بياض، وهذاك الشيك على بياض هو اللي كيبقى يستعملو هذاك رئيس الجماعه اللي شرى هاد مستشارين الجماعه، كيستعملهم في التصويت على الصفقات، وكيستعملهم في التصويت على الميزانيات، وكيستعملهم في التصفيق على نفخ الفاتورات، كيخدم بيهم بكل طرق الجريمه ديال الاوراق والمستندات، وهادو ما يسمى بالجريمه الاداريه. لان قلنا اليوم هاد الجريمه اصبحت خطر ما كتخليش الاثر، يعني حتى في الحسابات الا جيتي تحاسب مع هاد الاشخاص كيخرج لك الفواتير، ما كاينه انفخ الفاتوره. ولكن كاينه سبحان الله كاينه لجان تقصي الحقائق، وكاينه الناس اللي كيقوموا بالتحريات. عندنا رجال شرفاء في هذا الوطن اللي الشعار ديالو الله الوطن الملك عندنا تبارك الله. اذا ملي كنشوفوا هاد الشكل من اشكال الجريمه البشعه الخطيره اللي كتمر عبر المستندات والشيكات بدون رصيد، مع العلم ان راه هذاك اللي كيعطي شيك بدون رصيد راه كاينه عقوبه وكاينه قوانين، واش هاد الشيك عطاه علانيه او كان او كان ضغط عليه وكاين غرامه. خاص الانسان يعرف، يعني راه تقدر تلعب مع اي واحد الا الدولة المغربية، المملكة المغربية الشريفة اللي القائد ديالها أمير المؤمنين وصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، دولة الحق والقانون. إذن كل ما يروج عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي وعبر كل الأصدقاء وصلتنا معلومات جد مهمة من كل مراسل موقع كرمات بريس، وتوصلنا كذلك بتسجيلات صوتية كيفاش كيخدموا هاد الانتخابات، وكيفاش كيكتفوا هاد الاعضاء مستشارين الجماعه، وكيفاش كيسدوا عليهم، وكيفاش كدوز المرحله ديال التصويت داخل الفيلات، وكيفاش كيخطفوا هذا. مهم كل شيء كيبان. اذا واش يمكن لينا حنايا نسمعوا هاد الاشياء اللي كتمر واللي كنسمعوها في كل مواقع التواصل الاجتماعي ومازال عاد تعطي الثقه للانسان انه تكون مازال؟ الحمد لله حاليا في المملكه المغربيه الشريفه كل الملاحقات ضد المنتخبين والمنتخبات اللي ملاحقين بجرائم الاموال راها اعادت واحد الاطمئنان والنفس للمغاربه، لانهم مغاربه كيشعروا باطمئنان ملي كيشوفوا واحد كان تيوزن وكيتحاكم. هنا راه كيبان ما كايناش تمييز. اذا اخواني اخواتي، واش حنا كنسمعوا اعضاء يعطونا شيكات بدون رصيد ومن بعد كيتحكموا فيهم، وفي نفس الوقت هم يتحكمون بمصير ومستقبل المواطن المغربي؟ لان ملي كنتكلموا على مستقبل المواطن المغربي راه كنتكلموا على الملايين ديال الاشخاص اخوتي المغاربه، لان القضيه راه فيها بزاف ديال الجماعات محليه، وفيها كذلك اداره موارد المجتمع، فيها كذلك الموارد البشريه، وكذلك فيها تسيير كاع الامور اللي كتخص المواطن المغربي فيما يخص الامن الغذائي ديالو وتعليمه وثقافته وصحته. كل شيء كتلقاه الان كل المسيرين اللي كيمثلوا المجلس الاقليمي والمجلس الوطني والدورات تاع البيئه والميزانيات تاع الماليه تاع كل سنه، اموال طائله كتخسرها الدوله لاجل الحصول على الجوده في التعليم، والحصول على الجوده في البنيه التحتيه، والحصول على اقتصاد مشرف للمملكه المغربيه الشريفه. وما كرهناش حتى حنا نكونوا كنفوزوا بالمرتبه الاولى ولو على الاقل المرتبه الثانيه في الترتيب تاع التنميه في العالم، ولكن للاسف كتلقى نائب برلماني كيربح
3 مليون ونص مغربيه، ورئيس الجماعه كيربح ما بين 7000 درهم، وفي البلديه هذيك راه الدوبل، وكتلقى مستشار جماعي عنده 3000 درهم وعنده السياره وعنده لي بون ديسونس، وموفره له الحمد لله الدوله ديالنا كل الاشياء في خدمه هذا المستشار الجماعي والنائب البرلماني باش يخدم الدوله ديالو ويؤدي الامانه على احسن ما يرام. ولكن كتلقى هذه الامانه توضع بين ايادي غير مشرفه للوطن. هل سنسمي هذه الامانه خيانه الوطن وخيانه الشعب وخيانه للدستور المغربي؟ علاش ما بقاش فيكم الحال المغاربه كل عام يبداو يبكيو؟ ديما غنبقاو نبكيو على الماء الصالح للشرب، نبكيو على الكهرباء، نبكيو على البنيه التحتيه، نبكيو على المرافق العموميه، نبكيو على مراكز صحيه، نبكيو على جامعات، نبكيو على مستشفيات. ما هو دور السياسي؟ هذا السياسي علاش دخل هذا الدومين تاع السياسه؟ اولا وقبل كل شيء هذا النظام السياسي هو نظام اجتماعي، هو نظام اجتماعي. هذا النظام السياسي خاص يعرفوه راه نظام اجتماعي. باش كتمارس هذا النظام استنادا الى السلطه مخوله له او قوه يستند اليها، منها اداره المجتمع، وكذلك تحقيق اكبر قدر من المصالح العامه، وكذلك الحد من التناقضات الاجتماعيه. كنتمناو حنا نكون، علاش ما خاصنا والو؟ الحمد لله كاع الاقاليم ديال المملكه المغربيه مليئه بالثروات، مليئه بالخيرات، مليئه بكل شيء. علاش الانسان كيدخل فقط لاجل الاستثراء ولاجل نهب ثروات الدوله وكذلك ثروات المواطن المغربي؟ علاش دائما حنا تبقى عندنا عجله التنميه كتمشي بخطوتين او 3 خطوات الى الوراء؟ اذا قلنا اخواني اخواتي المغاربه ما خاش هذا الشيء يمر مرور الكرام. راه ما يمكنش نسمعوا ان مستشارين الجماعه كيعطيو شيكات بدون رصيد مقابل واحد المبلغ مالي باش يصوتوا على هذاك رئيس الجماعه اللي غيبقى يهددهم طول الحياه ديالهم، وهما كيصوتوا وكيصادقوا على الميزانيات وعلى الصفقات رغما عن انفهم، لان هذاك السيد شاد لهم. اذا هذا نسميه استعمار سياسي والتحكم من وراء الستار. وكنطلب من الله سبحانه وتعالى ان الفرقه الوطنيه ولجنه تقصي الحقائق دير شي هبطه لاقليم سيدي قاسم، لان يوجد كاين ما يتقال الحمد لله، وكاينه كل التسجيلات والادله اللازمه اللي غادي يطلبها القضاء بعون الله. شكرا لكم اخواني اخواتي على تتبعكم لهذا المباشر، ودمتم في رعايه الله.